بس مشكلته ان هو طول عمره ما فتحش ولا خزنة واحدة، وكان بيتعلم فتح الخزن نظريا بس. وبنشوفه وهو بيصور فيديو على اليوتيوب، واتكلم في فيديو باللغة الانجليزية وقال ان هو هيحكي رواية من الروايات اللي هو بيحبها، وبتكون الرواية دي عن حد اسمه هانز، وده كان صاحب مصنع في بلد متطرفة، وكان بيصنع الاقفال، وكان متجوز وعنده ولد، وكلهم ماتوا بشكل مأساوي. وبعد ما عيلته ماتت بقى انسان محبط، بس كان دايما بيشتغل، وقدر ان هو يصنع 4 خزن، وكل خزنة فيها معقدة اكتر من اللي قبلها. بعد ما خلص هانز من صناعة الخزن دي، صنع خزنة من غير مفتاح وحبس نفسه جواه، والناس حاولت تفتح الخزنة علشان يخرجوه ولكنهم فشلوا ورموا الخزنة في البحر. وتوم قال ان في اشاعات بتقول ان اول 3 خزن من اللي صنعهم هانز بيستخدموها العالم لحد دلوقتي، بس مفيش حد يعرف مكانها. لكن الخزنة الرابعة مختفية ومحدش يعرف مكانها ولا اي حاجة عنها. وبعد ما بيخلص توم الرواية بيقول ان هو خبير في فتح الخزن وبينهي الفيديو. وبعدين بيبص على الفيديوهات اللي هو نزلها كلها، ملقاش فيه ولا مشاهدة على كل الفيديوهات. وبعدها راح لشغله، وهو في الشغل بيتفرج على الاخبار في التلفزيون، وكانت الاخبار بتقول ان في فيروس جديد بيحول الناس لزومبي. وروح بعدها للبيت، وبعد يومين بيبص على الفيديو اللي كان منزله، لقى عليه مشاهدة واحدة، وفي كومنت بيقول فيه عنوان، وبيقول لو انت فعلا بتعرف تفك الخزن تعال على العنوان ده. وبالفعل راح على العنوان ده، وكان في برلين، ودخل المكان واتفاجئ ان في ناس بتتسابق على فتح الخزن. وبتبدا الجوله الاولى، وتوم كان مشارك، و4 بس هم اللي هيتاهلوا للمرحله اللي بعدها، وفي 3 فكوا الخزن، وفاضل 1 بس اللي هيتاهل معاه. وحصل، وتوم فتح الخزنه وكان هو الرابع، واتاهل للجوله الثانيه. والخزن في الجوله الثانيه كانت اصعب من الجوله الاولى، وكده عرفنا ان كل جوله هتكون اصعب من اللي قبلها. وبدا الوقت لفتح الخزن، وفي متسابق فتح الخزنه الاول، وتوم اتوتر جدا ولكنه نجح وفتح الخزنه في الاخر. وجينا للجوله الثالثه اللي بين توم وبارك، وقدامهم 5 دقايق بس لفتح الخزن. وبدا بارك في فتح الخزنه بتاعته، بس توم مجرد ما مسك الخزنه عرف الثغره بتاعه الخزنه وازاي هيفتحها، وكان واثق من نفسه جدا، وكان بيحاول يوتر بارك ويشغله. وخلاص بقى فاضل 30 ثانيه بس والوقت ينتهي، وتوم لسه ما عملش اي حاجه، ولكنه مجرد ما مسك المفتاح قدر انه يفتحها خلال 9 ثواني بس. وبدا الناس اللي كانت مراهنه على توم تفرح. وتوم لاحظ ان في واحده بصاله ومركزه معاه، وهي اسمها لين، وكانت حراميه من وهي عندها 6 سنين بس، وهي عندها 17 سنه. سرقت عربيه وكانت بتعمل عمليات سطو مسلح، وكان البوليس بيدور عليها. بعدها توم رجع للبيت، وبعدها بيوم راح توم لمطعم، وشاف البنت اللي شافها في برلين مركزه معاه، وقعدت معاه وقالت له ان هي اللي شافت الفيديو على يوتيوب، وعرفته على نفسها. وبدات تطلع خاتم وساعه ومسدس سرقتهم من الناس اللي في المطعم خلال 7 دقايق فقط، ومن غير ما حد يحس بحاجه. وعرفته ان هي عامله عصابه وبيعملوا عمليات سطو مسلح، وبتقول له ان هي عايزاه معاها ويبقى من ضمن العصابه دي علشان العمليات الجايه هيكون فيها فتح خزن، وان مفيش افضل منك يبقى معانا. وبتقول له ان الخزن دي هما ال3 خزن بتاعت هانز اللي كان بيتكلم عنهم في الفيديوهات. وقالت ان في معلومات وصلت لها ان الخزن دي صاحبها هينقلها من مكانها خلال ال 96 ساعه الجايين، ساعتها مش هيعرفوا يوصلوا للخزن تاني. ولكنه ما بيوافقش، لانها هي عايزاه يعملوا 3 عمليات في خلال 4 ايام بس، وكمان علشان خاف يتسجن. فطمنته لين وبتقول له ما تقلقش، الحكومه مشغوله دلوقتي في الفيروس الجديد، ودي افضل فرصه لينا اننا نعمل العمليات دي. وبعدين اديته عنوانها وقالت له فكر لحد بكره ويجي لها. وبعدين رجع بيته وفتح التلفزيون، لقى ان فعلا البلد مقلوبه بسبب الزومبي اللي مالوا الشوارع. وفجاه لقى صوت جاي من الباب، ولما راح علشان يشوف ايه الصوت ده لقى الزومبي بيهاجموه بس بيطلع بيحلم. وبعدين مسك عنوانها وفكر ان فعلا مفيش قدامهم غير الفرصه دي، لان البلد مشغوله مع الفيروس الجديد والزومبي. وتاني يوم راح لها البيت وعرفته على واحده من العصابه بتاعتها، وكانت اسمها كورينا، وهي اللي بتنظم لهم العمليات، وكمان بتقدر تخترق اي كاميرات حمايه واي شبكه نظام حمايه. وتاني عضو في العصابه هو رولف، وده احسن حد في السواقه والمراوغه بالعربيات، وده اللي بيساعدهم علشان يهربوا بعد العمليه. وتالت عضو اسمه براد كيج، وده المقاتل. كورينا تقول لهم اماكن الخزن ال3، وبتكون الخزنة الأولى موجودة في مصرف صغير، والخزنة دي بتحتوي على 413 مليون تركيبة ممكنة لفتحها، واللي فيه أخبار بتقول إن الخزنة دي فيها 40 مليون دولار والخزنة فتحها، وفي أخبار بتقول إن فيها 100 مليون دولار. وبتقول لهم إن كل الخزن دي بيملكها شخص واحد فقط. وبعدين سافروا باريس وبيقفوا بالعربية قدام المصرف اللي هيسرقوه، وتوم كان متوتر جدا لأنه أول مرة يسرق، بس بيطمنوه وبيشرحوا له الخطة ماشية إزاي بالظبط. وبعدين توم دخل الأول، وبعدين دخل الحمام
الحمام، لان ده جزء من الخطه، وبيكون دور لين في الخطه انها تدخل بعده وتسرق المفاتيح من حارس الامن وهي داخله، وبتدخل مكان غرفه الامانات، وبتكون المسؤوله عن الامانات ست عجوزه وكانت مستنياها تخرج، ودي الوحيده اللي بتعرف تتكلم انجليزي في المصرف كله. وهنا بيجي دور كورينا في الخطه، وبتدخل وراهم وبتطلب في الريسبشن حد بيتكلم انجليزي، ولما بتجيلها الست العجوزه بتقعد تعطلها علشان لين تعرف تتحرك براحتها جوه المصرف، وبتروح لين تطلع توم من الحمام، وبيروحوا لسرداب المصرف اللي فيه الخزنه. ولما شاف توم الخزنه فرح جدا، وبيكون لغز الخزنه اللي هانز صنعها عباره عن روايه واشارات مختلفه، والذكي اللي هيفهم الاشارات دي هيفتكر الروايه بتقول ايه وهيعرف يمشي المفاتيح بالشكل الصحيح ويفتح الخزنه. وبيقوم بده مش هتتفتح تاني، والقفال بدات تتركب في مكانها، والعجلات بدات تمشي كلها بالشكل الصحيح، وقدر انه يفتحها بدون غلطه واحده، وما كانش مصدق نفسه انه فتحها وقدامه الفلوس. وبداوا يملوا الشنط اللي معاهم فلوس وسابوا باقي الفلوس علشان هم مش عايزين غير ان هم قدروا يفتحوا الخزنه بس. ودور بريك جه في الخطه، دخل يعطل الموظفين علشان ما يشوفوهمش وهم خارجين بالشنط، ونجحوا فعلا في الخروج بالشنط من غير ما حد يشوفهم. وبعدها بدات الشرطه تحقق في قضيه السرقه في باريس، وكان في ضابط بيبص في كاميرات المصرف اللي اتسرق، وبيفرج باقي فريق العمل على صوره هانز، وبيقول لهم الراجل ده صنع 4 خزن، وبقت الخزن دي اسطوريه. دين وحبيبها براد، وبيقول لهم الناس دي مطلوبين دوليا علشان قاموا بلصاقوا على خزن كتير، وان هو كان هيقبض عليهم بس براد ضربه بالنار ومعرفش يقبض غير على الشخص اللي كان بيفتح لهم الخزن. وبيقول استغلوا وضع البلد اليومين دول وعايزين يفتحوا كل خزن هانز، وكانوا بيحتفلوا في البيت بانهم قدروا يفتحوا الخزنه الاولى. وبنشوف بعدها لين بتحكي ان هو متضايق من لين علشان بقت تتكلم كتير مع توم وسايباه، وبعدها سافروا علشان يعملوا العمليه الثانيه، وبيكون فيهم وبيقول الضابط للفرقه ان هم لازم يقبضوا عليهم النهارده، وبداوا ينفذوا الخطه. وبينزل توم من العربيه ونجح في انه يعدي الشنطه جوه المصرف بمساعده كورينا اللي اخترقت نظام الحمايه والنظام في المصرف، وكان لين هي كمان المصرف وبتمشي في الاتجاهات اللي كورينا بتقول لها عليها. وبيكون حارس الامن اللي عند الكاميرات شاف توم وهو متجه ناحيه السرداب، بس فجاه اختفى، وبيكون عارف ان هو يشوف توم وعمل كده فعلا، ودخل وقابل لين اللي كانت سبقته، وبيوصلوا للسرداب لين بضربهم هما الاثنين بدون طلقه واحده وبدون حد ما يحس بحاجه، وتقوم مشمماهم منوم علشان يسرقوا براحتهم. وبيبدا توم بقرايه الاشارات الموجوده في الخزنه وبيبدا في فتحها، وبيقوم براد يجهز علشان يستعملوا الخطه البديله اللي هي اقتحام المصرف بدون نقطه دم واحده، وبيدخل فعلا المصرف وبيبدا ضرب الحراس بسلاح مخدر. اما توم بيكون قدر انه يركب الاقفال لكنه بيغلط وبتدخل الاقفال جوه الخزنه غير محاوله واحده بس، ولو غلط تاني خزنه مش هتتفتح تاني للابد. وبدا يركز ونجح في فتح الخزنه، وخدوا مبلغ صغير من الفلوس. المهم عندهم ان هم يفتحوا الخزنه بس وينجحوا في التحدي اللي عمله هانز. وبيكون براد في معركه مع حارس من حراس الامن وبيصاب بطلقه في كتفه، ولكنه نجح في انه يدخل العربيه وبيساعد لين في الهروب وبيشدها جوه العربيه. وبعدين جه يساعد توم ولكنه سابه في اخر لحظه علشان هو بيكرهه. ووصل البوليس للمصرف، قام توم اخد عجله وهرب بيها من البوليس في اخر لحظه، وفضل يجري لحد ما وصل لسكه الحديد وطلع القطر وهو ماشي في اخر لحظه. وبنشوف لين وهي بتتخانق مع براد علشان ساب توم في الشارع، اما هما دلوقتي بقى معاهم فلوس كتير ومش محتاجين يفتحوا الخزنه الثالثه. فضلت تتخانق معاه وقالت له ان هي هتكمل لوحدها، ونطت من العربيه وقامت كورينا نازله لها وبتقول لها ان هي هتكمل معاها. وتاني يوم بيروح توم بيته ولقى لين وكورينا مستنيين، وفضلوا يقنعوه انهم يكملوا التحدي اللي بدأوه ويفتحوا الخزنه الثالثه. وبيوافق توم وبيقولوا انه وافق علشان يفتح الخزنه مش علشان الفلوس. وفي الوقت ده بيكون الضابط بيبحث في اليوتيوب عن هانز اللي صنع الخزنه من الكاميرات، وبيعرف ان لين والعصابه جندوه لحسابهم، بس كان مستغرب هما ليه رموه في الشارع. وبعدها بنشوف مجموعه من الزومبي بيهاجموا توم وهو بيفتح الخزنه الثالثه، بس بيطلع كل ده حلم علشان هو متوتر من فتح الخزنه الثالثه. وبيوصلوا للكازن والفسوق، يوصلوا للاجهزه اللاسلكي بتاعه العصابه، ويسمعهم بيقولوا ان هما هينفذوا العمليه بتاعتهم الساعه 5 علشان في الوقت ده بيتم تغيير شيفتات حراس الامن. واول ما الساعه بتيجي 5 بيتحركوا كلهم للكازن، وبيتبلغ بانهم ينقلوا الخزنه قبل الميعاد بتاعها. وبيقول لها الضابط ان هم ما بلغوش حد بنقل الخزنه قبل ميعادها. وبنشوف قبل الساعه 5 ب8 ساعات وكانت الفرقه بينها وكانوا رايحين للكازينو علشان ينقلوا الخزنه، بس بتكون لين جوه الشحنه وبتضربهم هما الاثنين. وبتروح كورين عند القناص اللي فوق المبنى وبتضربه لحد ما يغمى عليه، وبيتم بعدها نقل الخزنه للشحنه اللي كان جواها لين وتوم. وبيبدا توم في فتح الخزنه وبكده تكون خلصت ال8 ساعات. وبنشوف بعدها الضابط بيتخانق مع المسؤوله قدام الكازينو كان فيها براد، وكانوا جايين علشان يسرقوا الخزنه هما كمان، بس بيعرفوا ان لين سبقتهم
وبتكون كورينا عرفت مكان براد عن طريق النظام التتبع اللي مع الفرقة، وبتروح علشان تحذره يمشي من هنا بسرعة، بس بيكون براد عارف هو كمان مكان لين وبيروح له وما بتلحقش كورينا تحذره وكسراه قبل ما البوليس يقبض عليه. ومساعدة الضابط اقنعتها ان هم هياخدوا بالهم من اخوها الصغير لو قالت لهم مكان صحابها، وبعد ما عرفوا منها مكانهم بيقبضوا عليها ويمشوا علشان يلحقوه. وبيكون توم بيفتح الخزنة بس مش عارف بسبب ان الشحنه بتتحرك، ولكنه بينجح في الاخر في فتحها والعجلات كلها بتتحرك. ولما بتيجي لين بتلاقيه زعلان وبيقول لها هو عارف دلوقتي ليه هانزا حبس نفسه جوه الخزنه وانتحر، علشان ما كانش حد مقدر ذكائه والخزن المعقده اللي هو عملها. وبعدين خدوا شويه فلوس من الخزنه، ولكنهم بيتفاجئوا لما بيلاقوا براد ماسك سلاح عليهم، فبتطلع هي كمان مسدسها وبيضرب براد بالمسدس على توم، ولكنه بيتفاجئ ان السلاح ما ضربش. وبتقول له لين ان هي بوظت السلاح بتاعه علشان هو ضرب نار على الضابط، وهم متفقين ان هم يعملوا العمليات دي من غير نقطه دم. وبتقوم لين مكلبشاهم فوق الشحنه وبتمشي هي وتوم، ولما بيوصل البوليس للشحنه ما بيلاقوش غير براد ورول، وتوم ولين خلاص وصلوا للسفينه اللي هيهربوا بيها، بس الضابط وصل لهم ووقفوا. وبتمسك لين السلاح وبتقول له ان هي مستعده تيجي معاه بس يسيب توم يمشي علشان هو ملوش دعوه بكل اللي حصل. وبيوافق الضابط على طلبها، وبتقول لتوم امشي ودور على الخزنه الرابعه ويكمل التحدي اللي هما بدأوه، او يستناها لحد ما تطلع من السجن ويدوروا عليها مع بعض. وبيكون توم مش راضي يمشي، ولكنها كانت مصممه انه يمشي واتقبض عليها. وبعد فتره بنشوف اتنين داخلين متجر اقفال وبيطلبوا انهم عايزين حد يفتح لهم خزنه، وبيشاور على الراجل اللي شغال معاه وبيطلع توم. والراجل فرجه على رسمه الخزنه وبيقول له ان هو هيديله 250,000 دولار لو عرف يفتح الخزنه دي. والخزنه دي بتطلع الخزنه الرابعه من الخزن اللي صنعها هانز واللي كانت مختفيه ومحدش يعرف عنها حاجه. وبيفرح توم جدا انه لقاها وبيوافق على فتحها وبيخلص الفيلم.